السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل كيكة الشوكولاتة وهنحط من جواها فلان او كريم كراميل. طعمها بيبقى حلو جدا وسهلة وسريعة. يلا نشوف الطريقة مع بعض وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اول حاجة هنحط كوباية زبدة تكون طرية خالص بالشكل ده، نكون مطلعينها من التلاجة من قبلها بمدة. هنبدأ ان احنا نقلب الزبدة كده علشان تفك شوية، وهنحط عليها ربع كوباية كاكاو خام، وهنقلب الزبدة مع الكاكاو لغاية الكاكاو ما يبدأ يدوب خالص ويبقى كده بالشكل ده. بعد كده هننزل عليهم بكوباية ونص سكر، وهنقلب السكر كده مع الخليط لغاية برضو السكر ما يدوب معاهم خالص ويبدأ الخليط بتاعنا يفتح ويبقى كده بالشكل ده. هننزل عليهم دلوقتي باتنين بيضة، برضو البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، نكون برضو مطلعينه من التلاجة من قبلها بساعتين. وهنقلب كده البيض مع الخليط، هنحط اول بيضة ونقلبها كويس، وبعد كده ننزل بتاني بيضة وهنحط معاها معلقة صغيرة فانيليا. ممكن نستعمل فانيليا سايلة او فانيليا بودرة اللي موجود عندنا. هنخلط برضو الاتنين دول مع بعض كويس، ممكن بالويسك او بالمضرب. هننزل عليهم بنص كوباية زبادي. الزبادي برضو في الكيك بيدي طعم حلو قوي وبيخليها طرية وهشة وبيفرق جامد. برضو هنقلب كده لغاية الزبادي ما يبدأ يدوب. هنسيب الخليط ده على جنب ونجهز دلوقتي المكونات الجافة. هنجيب في بولة تانية كوبايتين دقيق، برضو يفضل ان الدقيق دايما قبل ما نستعمله يكون منخول. وهنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا وذرة ملح. هنقلب كده الخليط ده مع بعض كويس جدا، وهننزل عليه بالتدريج مع الخليط التاني. نحط كده جزء ونخلطهم ببعض، واحنا بنخلط كده الدقيق مع المكونات التانية هنبدأ ننزل عليهم برضو بنص كوباية لبن يكون بالتدريج. اللبن برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة. هنحط اول جزء ونخلط كله مع بعض، ولما يدوبوا هنرجع نحط تاني بقية كمية الدقيق بتاعتنا وبقية كمية اللبن بالتدريج، جزء من هنا وجزء من هنا لغاية ما نخلص المقادير بتاعتنا كلها بتاعت الدقيق واللبن. هنخلط بقى الاتنين مع بعض كده بالراحة بالويسك بتاعنا لغاية ما يوصلوا للقوام ده ويبقى بالشكل ده كده. دي كده خلاص جهزت معانا كيكة الشوكولاتة بتاعتنا. هننقلها لصينية، الصينية تكون مدهونة بالزيت، ومهم اوي ان احنا ندهن الصينية للزيت علشان نعرف نطلعها بره الصينية بسهولة. ممكن نستعمل الصينية اللي بالشكل ده او اي صينية موجودة عندنا، مش هتفرق. نبدأ بس كده نساوي الخليط بتاعنا كويس، وهندخلها الفرن. الفرن هيكون سخن على درجة حرارة 180، وهنسيبها من 30 ل 35 دقيقة. بعد النص ساعة هنبدأ نفتح عليها الفرن ونحط من النص كده سكينة رفيعة. لو السكينة طلعت نضيفة معانا تبقى الكيك استوت. ادي الكيك بتاعتنا خلاص جهزت. هنغطيها ونسيبها شوية لغاية ما تهدى خالص قبل ما ننقلها من الصينية. ممكن برضو ان احنا نستعمل المقادير دي او وصفة الكيك دي كده من غير ما نعمل فيها حاجة تانية، برضو بتبقى حاجة كويسة قوي. بعد كده علشان بقى نعملها للفلان هنبدأ ننقلها لطبق تاني، بس بأكد عليكم لازم ان احنا نسيب الكيك تبرد خالص. دي نقطة مهمة قوي علشان ما تلزقش في الصينية. هننقلها كده لطبق تاني ونبدأ نرجعها تاني على وشها بالشكل ده، وهنعمل خط من تحت. الخط بتاع الصينية ده كده بيبقى كويس قوي، وهنعمل بس كده علامة بالسكينة علشان نعرف بعد كده نلزقهم تاني على بعض. وبسكينة مشرشرة هنبدأ ان احنا نفتحهم كده بالراحة خالص. وبرضو بأكد تاني لو احنا قعدنا نقطع الكيك والكيك لسه سخن هيتفرتك معانا ومش هيطلع معانا قطعة كويسة. اهم حاجة نسيب الكيك لغاية ما تبرد خالص. بعد كده نبدأ نقطعها بالشكل ده، وهنشيل اول جزء بس لازم نتأكد ان هي متفتحة كويس قوي علشان برضو ما تتقطعش. نشيل كده الجزء اللي فوق ده بالراحة خالص ننقله على جنب. والكيك بقى اللي من تحت دي هنبدأ ان احنا برضو نعمل كده بالسكينة خط رفيع وما ننزلش لتحت، يدوب بس كده نحدد منها علشان نعرف نشيل الكيك ده. هنبدأ برضو بالمعلقة كده نشيل بالراحة خالص الكيك بتاعنا. والكيك اللي هيتشال ده طبعا مش هيترمي، ممكن نشيله في كيس في الفريزر. كنت عامله لكم قبل كده برضو الكيك
كيك بوبس ببواقي الكيك، ممكن نستعمله في الوصفة دي. وهعمل لكم وصفة تانية اسمها بنانا بودنج بتتعمل برضو بالكيك، بتبقى حلوة قوي. ممكن برضو نحطه كده من تحت للمهلبية، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. هنشيله في الفريزر ونبدأ ان احنا كده نفضي الكيك بتاعتنا من النص. هنشيل كده كل البواقي اللي موجودة بالشكل ده، بس مش عايزين نفضي الكيك جامد علشان ما تبقاش رفيعة قوي وما تتقطعش معانا لما نيجي نحط بعد كده الفلان او الكريم كراميل. هنبدأ ان احنا دلوقتي نحط من جوه فراولة، او ممكن نحط شوية توت، او ممكن برضو ما نحطش فاكهة خالص، ممكن نحط برضو كيوي. بعد كده هنحط عليهم الفلان. انا جايبة كيس فلان او كيس كريم كراميل، جايباه جاهز وعملته عادي بالطريقة اللي مكتوب على العلبة، وسبته لغاية ما برد. اول ما يبدأ يبرد كده بيبدأ يتقل شوية ويبقى يعني هيبدأ يتماسك، نقوم حاطينه على الكيك. برضو مهم جامد ان احنا ما نحطوش وهو سخن علشان ما يسحش في الكيك والكيك تتقطع مننا. بعد ما هنحط الفلان بتاعنا هنرجع نغطي الكيك تاني بالطبقة اللي على الوش، وهندخل دلوقتي الكيك بتاعتنا التلاجة ونعمل لها صوص شوكولاتة نغطي الكيك بيه. هنحط في بولة نص كوباية كاكاو يكون مسكر، وهنحط معاهم كوباية الا ربع من اللبن، وهنقلب الكاكاو مع اللبن كويس وننزل عليهم بمعلقتين كبار زبدة. الزبدة برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة، او ممكن نستبدلها بمعلقتين زيت، وهنقلبهم كده مع بعض كويس. لو هنحط اللبن مغلي مش هنحتاج ان احنا نحطهم على النار، بس لو اللبن هنحطه ساقع يبقى هننقل الخليط بتاعنا ده على النار لغاية ما يبدأ يسيحوا مع بعض كويس. معلقتين الزبدة هنا علشان تديله كده لمعة حلوة، بس زبدة او زيت الاتنين برضو بيدوا نفس اللمعة. ممكن برضو نحط معاهم ربع كوباية سكر علشان انا الكاكاو بتاعي مش مسكر قوي، فعلشان الكيك بتاعتنا ما تبقاش مرة كده ويبقى طعم الشوكولاتة باين وحلو. الصوص ده هنسيبه في التلاجة ربع ساعة لغاية ما يبدأ يتقل كده شوية. هو دلوقتي بيبقى خفيف، بس لما بيدخل التلاجة بيتقل كده وبيبقى قوامه كويس بالشكل ده. هنبدأ بقى دلوقتي نغطي بيه الكيك بتاعتنا. هننزله كده بالراحة على الكيك، شايفينه دلوقتي بقى تقيل كده وحلو، فهيخلي الكيك تقفل على بعض وتبقى قطعة واحدة في الآخر. هننزله كده بالراحة فوق الكيك لغاية ما نغطي بيه الكيك كلها. نبدأ كده نسويه بالسباتولا بتاعتنا او بظهر معلقة، نسويه كويس ونقفل الجناب بتاعتنا علشان زي ما قلتلكوا كده نلزقهم على بعض وتبقى قطعة واحدة. هيبقى معانا كده بواقي الصوص بتاعنا، ممكن برضو ناخد منه بالراحة ونقفل الكيك. وممكن ان احنا كده بالشوكة بتاعتنا نعمل فيها شكل كده من على الوش بالشكل ده علشان نديها شكل حلو. بعد ما نخلص ممكن برضو نعمل الجناب بتاعتنا كده بالشكل ده علشان نخلي شكلها كويس، وممكن نزوقها بشوية فراولة كده من على الوش، ده اختياري برضو بس علشان يديها شكل حلو. ادي الكيك بتاعتنا بعد ما خلصت، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب وتفعلوا الجرس. شكرا.